أنت يا سبتمبر التحرير يا فجر. في الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة أحتفي بروح الوطنية والتضحية من خلال قصيدة الوهج السبتمبري للشاعر صالح المريسي التي كتبها في 18 سبتمبر 2019. هذه القصيدة تجسد كيف انتفض الثوار رغم الجروح العميقة وخاضوا المخاطر لتحرير الشعب من قيد العبودية ليسطع وهج الجمهورية. ووكور المجرمين هدم الشعب السجون، ووكور المجرمين. إثار شعري يغني عيد ثورتنا، سبتمبر المجد لحنا يبدع النغما. يا عيد سبتمبر الأحرار طبت شذا، مرحى بك اليوم ذكرى تلهم القلم. بل تلهم الشعب كل الشعب بهجته، فشمس أيلول شعت ترسم الحلما. ذكرى عتاق لكل الشعب من حقب، عجفى بها الجور فوق الشعب قد جثما. شعب تمرد من أغلال قاهره، وهد عرشا لمن بالظلم قد حكما. ليبسم الفجر مزهوا بثورتنا، يوم افتدى الثائر المقدام خير حما. برغم عمق الجراح الثائرون سموا، بعزة الحق حتى أذهلوا الأمما. شعب تحدى قوى الكهنوت مقتحما، هول الرزايا امتطى الأخطار والألما. في روحه العزم والثاب وفي دمه كرامة ليس يرضى العيش منهزما. كرامة ليس يرضى العيش منهزما. سبتمبر المجد ميلاد لأمتنا، حرية أهلها ما قدسوا الصنما. فكل حكم تمادى في تفرعنه، بكفه حلمه لا شك قد هدما. دم الشهيد الطهور الحر قد نبتت، به غصون المنى حتى نمت علما. قوافل الشهداء الخالدين لنا نور اهتداء، كرامات زكت كرما. عذرا لكل شهيد أن حاضرنا يشكو أئمة هذا العصر والسقما. عذرا لكل شهيد أن حاضرنا يشكو أئمة هذا العصر والسقما. لكن شعب الإبا الميمون يرفضهم، ولم يزل فيه وهج العز نبض دما.